بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هرد على اول استفسار جالي بخصوص البي اتش بي والماي اس كيو ال. السائل بيقول لي انه عايز يعمل في الموقع بتاعه نظام عضويات، يعني في عضو عادي وعضو مميز او مشرف، تظهر له اكتر من صلاحيات العضو العادي، ومثلا يبقى في نوع تاني من الاعضاء اللي هو المديرين يظهر لهم كل الصلاحيات. ده ببساطة عن طريق انك تعمل عمود في قاعدة البيانات تسميه مثلا يوزر تايب او نوع العضو، ويبقى فيه قيمة معينة. طبعا القيمة دي يستحسن نخليها انتجر. القيمة دي بنطلعها من البرنامج بتاعنا لما المستخدم يعمل لوجن، نطلعها من البرنامج عن طريق الاي دي بتاع اليوزر، وبعد كده نقول له لو اليوزر تايب بتاعه يساوي كذا يبقى هتبين له كذا وهتخليه يعمل كذا. الموضوع ده هيبان ان شاء الله لما اجي اشرحه دلوقتي. طيب دلوقتي عندي قاعدة بيانات اسمها تيست، هعمل فيه جدول ممبرز عشان بس اوضح. هخلي فيه اربع اعمدة. اول عمود طبعا اي دي عشان يبقى ده الاي دي المميز للعضو، وبعد كده يوزر نيم، بعد كده باسورد. طبعا مش هعمل شرح ازاي تعمل لوجن، انا هعمل شرح بعد ما تعمل لوجن تعمل ايه علشان يبقى ده عضو عادي وده مشرف وده مدير الى اخره. وهنا هنعمل يوزر طيب، وده اللي احنا هنستخدمه. الاي دي طبعا انتجر، اوتو انكريمنت، برايمري كي. اليوزر نيم نخليه مثلا 150 فاركر. طبعا اليوزر تايب هنخليه انت من غير ما نحدد له قيمة، نعمل سيف هيبقى بالشكل ده. اي دي يوزر نيم باسورد يوزر تايب. دلوقتي هنعمل انسرت لاكتر من عضو علشان نفرق ما بينهم. هعمل مثلا اول عضو، طبعا الاي دي اوتو انكريمنت بيدخل لوحده، باسورد اي حاجة. اليوزر تايب مثلا هخليه اول نوع رقم 1، كمان انسرت. هعمله تاني نوع رقم 2، خليه تالت نوع رقم 3، وتقدر طبعا تحط انواع كتيرة. طيب الخطوة التانية ان احنا نعمل ايه بعد اللوجن. بيبقى عندك سوبر فيربل اللي هو السيشن ده هتخزن فيه الاي دي بتاع العضو اللي سجل دخوله. جميل. بعد كده عن طريق الاي دي ده نطلع اليوزر تايب بتاع العضو. هيطلع عن طريق الاي دي، هتطلع اليوزر تايب بتاع العضو، وبعد كده بقى تعمل الجمل الشرطية بحيث لو كان اليوزر تايب يساوي 1 يظهر له كذا، ولو اليوزر تايب يساوي 2 يظهر له كذا، لو اليوزر تايب يساوي 3 يظهر له كذا. طيب هنعمله ازاي؟ هكتب الكود ده تاني. الاول طبعا هنتصل بقاعدة البيانات، بعد كده نختار قاعدة البيانات اللي هي كان اسمها تيست، اسمها هنا تيست. بعد كده بقى هنطلع. المفروض الاول انك عندك الاي دي ده طبعا بتخزنه في متغير نسميه مثلا اي دي او جي اي دي، اختصار جيت اي دي. بيبقى عندك طبعا السوبر فيربل اللي هو بعد تسجيل الدخول اللي هو السيشن طبعا هتدخل فيه الاي دي او الكي اللي انت مخزن فيها الاي دي بتاع العضو. بعد كده تخزنه في عضو جديد، في متغير جديد اسف، اللي هو اللي انت تسميه حسب ما انت عايز تسميه براحتك. بس المهم هتعمل فيريبل جديد تسميه زي ما تسميه، انا مسميه هنا اي دي،
وتخزن فيه الاي دي بتاع العضو اللي سجل دخوله عن طريق السوبر فيربل اللي هو السيشن. جميل. بعد كده بقى نطلع اليوزر تايب من العضو اللي سجل دخوله عن طريق الاي دي. نقول له سكيل مثلا، هنعمل كويري لقاعدة بيانات نسميه select all او select user type براحتك لو انت عايز تحدد العمود ده بس. from members، طبعا ده اسم الجدول members. هنقول له بقى where id يساوي id. اوكي. طب بس طبعا انا هنا ما عنديش سيشن، فهعمله مثلا اول نوع 1. جميل. يبقى هنا الاي دي ده يساوي 1، يبقى هيطلع لي العضو اللي اليوزر تايب بتاع الاي دي بتاعه 1. جميل. بعد كده نقول له رو يساوي MySQL fetch assoc سكيل. اوكي. بعد كده بقى نطلع اليوزر تايب. اليوزر تايب هيساوي رو، بعد كده اسم العمود اللي فيه اليوزر تايب اللي هو يوزر تايب، اللي هو اسم العمود ده. فين اسم العمود ده يوزر تايب. اوكي. هنا بقى خلاص احنا عندنا عضو سجل دخوله، جبنا الاي دي بتاعه وجبنا اليوزر تايب بتاعه. طيب هنقول له بقى if user type يساوي 1. لو اليوزر تايب ده يساوي 1، احنا عندنا العضو الاي دي بتاعه 1. هنا العضو الاي دي بتاعه 1، اليوزر تايب بتاعه 1، يبقى نطبق على اول نوع من الاعضاء. هنقول له مثلا echo welcome user مثلا، او نقول له بعد كده نقول له else if user type يساوي 2 اللي هو النوع التاني، بس ده طبعا هيطلع فولس، ده بس اللي هيطلع ترو لان العضو الاي دي بتاعه 1 اليوزر تايب بتاعه 1. بس هنا على افتراض بقى، لان البرنامج هنا المفروض يبقى ديناميكي على حسب السيشن اللي انت مدخله او على حسب الاي دي السيشن بتاع العضو. نقول له مثلا لو نفترض ان العضو التاني ده عضو في اي بي او مشرف، نقول له welcome VIP user. هنا بقى نقول له اخر حاجة else if، او ممكن نخليها else بس يستحسن نخليها else if اكتر عشان الحماية. user type يساوي 3. نقول له مثلا echo welcome admin الموقع. يبقى هنا الفكرة ببساطة انك هنا في السطور دي هتكتب اللي هيظهر للعضو اللي اليوزر تايب بتاعه 1، وهنا هتكتب للعضو اللي اليوزر بتاعه 2. يبقى هنا هتكتب للعضو اللي هو العضو العادي، وهنا هتكتب للعضو اللي هو المشرف. هتظهر له حاجات صلاحيات له، او هتظهر له امكانيات، او هتظهر له كنترولز بال HTML بقى وال PHP حاجات تانية علشان يقدر يعدل على حاجات براحته في الموقع. هنا طبعا هتكتب الحاجات اللي هتظهر للادمن. نيجي نجرب الاول. هنا الاي دي 1، يبقى هنا المفروض يتبع لنا welcome user اهو طبع لنا welcome user. طيب عايزين نجرب العضو اللي هو المشرف. هنا الاي دي بتاعه 2، يبقى مش شرط على فكرة يكون الاي دي نفس اليوزر تايب. نغير هنا الاي دي نخليه 2 عشان يطبع لنا welcome VIP user. نجرب welcome VIP user. طيب المدير بقى الادمنستريشن الاي دي بتاعه 3، اليوزر 3 يبقى الاي دي بتاعه 3. يبقى نجرب رقم 3 هيطبع لنا welcome admin. طبعا بقى اليوزر ممكن تخليه welcome user بس. ممكن مثلا هنا تقوم قايل له مثلا انا هديلك كنترولز، اقول له
form action method عشان بس تبقى الفكرة واضحة للمبتدئين. input type text name text اي حاجة مش هتفرق كتير. بعد كده button مثلا وخلاص اي حاجة. submit. اوكي هنا في ال VIP user هنغير هنا ال ID الاتنين، هتلاقيه ظهر له الكلام ده ماشي. هنا اليوزر العادي هيظهر له رسالة بس. جميل. بعد كده ممكن الادمن نخليه مثلا يظهر له ايه، يظهر له نفس الفورم. اوكي بس نزود له حاجة كمان ونقول له مثلا هنا admin.php مثلا login to your administration panel مثلا. ممكن نقول له كده. تشوف الادمن هيظهر له ايه. لا احنا عندنا لسه الاي دي 1 خليه 3. شوف الادمن. شوف بقى الاول بقى تاني علشان يبقى الموضوع واضح. هنا العضو العادي اللي هو الاي دي بتاعه 1 اللي هناخده من السيشن هيظهر له مثلا الموضوع بس، ولنفترض ان ده ارتكل ظهر له الارتكل بس زيه زي اي عضو عادي. طيب المشرف اللي هو اليوزر الاي دي بتاعه 2 فاليوزر تايب بتاعه 2 هيظهر له ايه؟ هيظهر له مثلا ارتكل وامكانية التعديل عليه عن طريق الفورم ده. وهنا طبعا مع الفورم نقدر نحط كود PHP كمان. يعني هنا ممكن نقوم حاطين كود PHP بحيث ناخد البيانات من الفورم ونعدل على الارتكل. اوكي طيب المدير بقى له كل الصلاحيات، يظهر له الارتكل ويظهر له التعديل على كل حاجة في الارتكل، وكمان يقدر يدخل على الادمنستريشن بانل. هي دي الفكرة ببساطة للموضوع